السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مرآة البحر الأندلسية. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم المسمن معمر بالسبانغ. كما شفتوا هنا عندي سبانغ منقي ومغسول مع شوية د القزبور والمعدنوس. من بعد ما تسقطروا مزيان هنقطعوهم من بعد ما طحناهم مزيان غنديرهم فوق المقلاة ولا الطنجرة، غنضيفوا عليهم شويه الزيت، وهنا كيبقى الاختيار سواء زيت الزيتون ولا زيت نوار الشمس. وغندير واحد الكميه لا باس بها، تقريبا نقولوا نصف كاس ديال الزيت، لان بالنسبه للسبانغ كيكونوا ناشفين خص نديروا لهم شويه الزيت زايده باش يكونوا مندمين. هنا بالنسبه للعطريه غادي نكتفي بالتحميره الحاره ولا بالحرور. هنخلطو مزيان باش ندخلو داك الحرور في الصبانغ ديالنا. هنا كما شفتوا ما غاديش نضيف الملح، ما غادي نضيف عطريات اخرى من غير تحميره، لان السبانغ هما اصلا مالحين. ومن بعد غادي نضيف البيض اللي فيه اليود حتى هو كيجي مالح واخا ما فيش الملح. وغنزيدو الجبن حتى هو يعني مالح، لهذا ما درتش الملحه. بالنسبه للطياب مجرد كنشوفوا السبانغ صافي طاحوا كنضيفوا البيض. هنا عندي 4 البيضات اللي غادي نضيف. بالنسبه للمقدار ديال السبانغ تقريبا نقولوا 4 ديال السبانغ، لان عندي قطه ديال السبانغ كامله. صدقوني هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف في المسمن، ولا نقدر نديرهم كسيجار كسطيلات. يعني هاد الحشوه نقدر نشكلوا بها يعني جميع المملحات كما بغينا على حسب الذوق ديالنا. هنا مجرد كيبان البيض كيطيب غنطفي على البوطه، ما غاديش نخليه حتى ينشف مزيان. غنطفي على البوطه لان باقي غيشد سخونيه. غنطفي على البوطه وغادي نزيد الجبن المحكوك. الجبن تقريبا 2 معالق كبار ديال الجبن. هنا راه طفيت البوطه، غنخلط مزيان حتى كيتجانسوا المقادير كاملين. هانتوما كما كتشوفوا هنايا حطيته في واحد الطبسيل باش يبرد، يعني تاكلوا غير هكا. هاد
سبانخ هاكا تكال غير هاكا، تعمر به بوكاديو، تعمر به يعني خبيزات، يتكال غير هاكا بوحدو تقدر تاكلو ملي كيوجد هاكا. الصراحه كيجي لذيذ. العجين ديالنا ديال المسمن يعني ما حضرتوش معكم لان المسمن تقريبا راه كلشي كيعرف ليه. بالنسبه للدقيق درت الدقيق الفورس وشويه السميده، ودرت فيه شويه الخميره ديال العجينه وشويه ديال الخميره ديال الحلوه، ودرت فيه شويه الزيت البلديه، يعني هادشي باش عدنتو الملح. ولما خلاص باش غادي نجمع العجينه يعني ما خليتهاش تخمر يعني بزاف، ارتاحت شويه وقرصتها بين ما بردت ليا الحشوه. كنطلقوا المسمن ديالنا كنعمروه. هذه عمرتها بزاف يعني حتى تقطعات، يعني ما نعمرش بهاد الكميه هذه، نديرو غير شويه قليل. انا عمرت الاولاني عمرتها بزاف، ولكن عذبتني شويه في الطياب، ولهذا كنصحكم ما تعمروش بزاف المسمن. وبالنسبه للطريقه الاولانيه كنت درتها على جهه واحده، يعني جوج الاطراف درتهم على جهه واحده. كما قلت لكم كيما حيت عمرت المسمنه خرجت لي الحشوه، لهذا كنصحكم بهذه الطريقه بان انا غنعاودها معكم وحده اخرى. يعني يكون جوج الاطراف، واحد الطرف نديرو في واحد الجهه الفوقانيه وواحد الطرف نديرو في واحد الجهه الثانيه. ملي غتبان لكم الطريقه في الخبزه الثانيه غادي تفهموا شنو كنقصد. هنا كنطيبوا المسمن ديالنا، يعني بدا كيطيب، يعني كنديروا وحده كنعمرها نخليها نستوب الثانيه ونطيب الاولانيه، يعني ما كنديرش كلشي بمره، ما درتش كلشي بمره. هذه هي الطريقه اللي كندير فيها المسمن. لا بالنسبه للمسمن المعمر يعني كنطيب نوجد في نفس الوقت. وبالنسبه ما درتش انا الزبده، بالنسبه للمسمن ما درت فيش الزبده، اكتفيت بالزيت ديال نوار الشمس. اذا الطريقه الثانيه اللي قلت لكم هي هذه، يعني ثاني عاد ثالثه عاد صورتها، يعني بانت لي الطريقه الاولى ما بانش. هنا حتى الحشوه ما كتخرج لينا. كما قلت لكم كما كنصاوب الثانيه كنجيب اللي قبل منها كنقرصها. اذا كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكمل المسمن ديالنا.
كما معروف ومعلوم بالنسبه لحنا المغاربه، دائما بالنسبه للمقله ديالنا مقله غليظه ولا مقله الوجديه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال المسمن ديالنا. الصراحه انا ولادي زنوا على وحده قبل ما نحطو، يعني باقي سخون. صراحه ما تشبعش منه، كيجي لذيذ. وهذا يعني نقدموه في الفطور، نقدموه في الكاسكروت. اذا وصلنا لنهايه الوصفه، نتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله وتجربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوه مع اصحابكم واحبابكم ودوا لي اعجاب. خليت لكم الهنا وراحه البال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.